الحمد لله، أعز من أطاعه واتقاه، وأذل من أضاع أمره وعصاه، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمجلس جديد مع الأحبة الكرام في القراءة والتعليق على شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وآله وسلم، التي نظمها العلامة القاضي صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي المتوفى سنة 92 و700 رحمه الله وغفر له وأكرم نزله. وقفنا في المجلس الماضي عند تاريخ زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة، وأنه كان بالمدينة بالإجماع بعد الهجرة، وأنه كان في شهر شوال بالحجة والإجماع، وأنه كان في يوم الأربعاء على ما ذكره المؤرخ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. ومجلسنا اليوم في الفرع الثاني من فروع تاريخ دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في المدينة، وهو السنة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: الأول أنها السنة الثانية من الهجرة، اختاره النووي وصححه ابن جماعة، واختاره الذهبي وابن كثير والمقريزي وابن الملقن والعراقي والعيني والقسطلاني والمناوي وغيرهم. قال الإمام النووي: بنى بها بعد الهجرة بالمدينة بعد منصرفه من بدر في شوال سنة 2، وهي ابنة 9 سنين. وقيل بنى بها بعد الهجرة ب7 أشهر، وهو ضعيف، وقد أوضحت ضعفه في أول شرح صحيح البخاري. قلت: قد رجعت إلى الإحالة المذكورة فيما طبع من شرحه رحمه الله لكتاب الجامع الصحيح، فلم أجد فيه إجابة عن القول الثاني وحججهم، فظننت أنه سيبسط هناك الجواب عن حجة القول الثاني والجواب عنها، ولكن لم يزد على ترجيح العام الثاني كما قال هذا الكلام في تهذيب الأسماء واللغات. وقال ابن الملقن رحمه الله: وبنى بها بالمدينة في شوال في السنة 2. وقال الواقدي في الأول، أي في العام الأول. قال ابن دحية: الأول هو الصحيح، أي السنة 2، والواقدي كذاب. قلت: في جرح ابن دحية حدة، الباب تاريخي، والواقدي من أئمة الفن عفى الله عن الجميع. فالواقدي إمام في المغازي بلا خلاف، لا يستغنى عنه في المغازي كما قاله الحافظ الذهبي، ولا يختلف اثنان في الأخذ عنه في المغازي كما قاله ابن تيمية، وهو حجة عند الجمهور إذا لم يخالف الأحاديث الصحيحة كما قاله الحافظ ابن حجر. وكلام أهل العلم في منزلة الواقدي في علم السيرة النبوية وإنصافهم له، وأنه متخصص في السيرة النبوية، يؤخذ منه في علم السيرة النبوية ما لم يخالف الأحاديث الصحيحة، أو يكون فيما ذكره نقض لاعتقاد أو حكم حلال أو حرام. هذا مبسوط في المدخل إلى علم السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. قلت: ومما يحتج به لهذا القول، أي أن الدخول بعائشة كان في السنة 2، قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بعد رجوعه من بدر، وغزوة بدر المجيدة كانت في شهر رمضان سنة 2 من الهجرة بالحجة والاتفاق. هذا هو الحجة الوحيدة التي وقفت عليها للقائلين بأن عام دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في السنة 2. وهذا الأثر عن جابر أخرجه خليفة بن خياط في التاريخ بإسناد حسن، ولكن سيأتي معنا أن حجج القول الثاني أصح وأرجح. قال: القول الثاني أنه في السنة الأولى، وهو اختيار الناظم هنا، وهو قول إمام الفن الواقدي وابن سعد، وصححه الدمياطي وابن الجوزي، وصدره ابن جرير وابن حبان واليعمري وابن القيم ومغلطاي، وانتصر له ابن حجر، وهو الصحيح المختار. ومن حجتهم الأولى ما رواه البخاري عن عروة عن عائشة. ومن طرق الترجيح أن يكون الحديث حديث أحد القولين أصح من القول الآخر. فحديث جابر
أو حجة القائلين بالسنة الثانية عند خليفة بن خياط بإسناد حسن. وحجة القول الثاني أن الدخول كان في السنة الأولى في البخاري. قال عن عروة عن عائشة، انظر إسناد في غاية الصحة، عائشة خالة عروة، فعروة هو ابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، أي في مكة العقد، وأدخلت عليه أي في المدينة كما سبق بالإجماع، وهي بنت 9 ومكثت عنده 9. قلت ومدة إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة كانت 10 سنين بالحجج الصحيحة والاتفاق المتيقن، وعليه فدخوله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان في السنة الأولى من الهجرة لإسقاطها سنة من 10 وإقامتها 9 وهو ظاهر. فقولها مكثت عنده 9 دل على أنها زفت إليه في السنة الأولى، ولو كانت زفت إليه في السنة الثانية لقالت ومكثت عنده 8، لأنه سنسقط من 10 2 الأولى والثانية، لكن الآن أسقطت سنة واحدة وأبقت 9، فدل على أن الدخول كان في السنة الأولى من الهجرة. الثانية ما أخرجه ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الرجال عن أبيه عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعرس بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال على رأس 8 أشهر من المهاجر، وكنت يوم دخل بي ابنة 9 سنين. وهذا وإن كان في إسناده كلام فهو تاريخي مقبول، وهو معضود ومعتضد بما سبق في صحيح البخاري من رواية عروة بن الزبير عن خالته عائشة. قلت وعلى القول الأول فهي حين دخل بها صلى الله عليه وسلم ابنة 11 سنة، لأنه إذا قلنا إنه صلى الله عليه وسلم عقد عليها في مكة في بداية السنة 7 على رواية مسلم، لأن هناك رواية وأنا بنت 7 ورواية وهي بنت 6، فجمع أهل العلم فقالوا بنت 6 كاملة وبنت 7 أي دخلت في 7، فتكون في العام العاشر من البعثة في بداية 7، فنضيف 3 سنين على 6 فيصير المجموع كم؟ يصير 9، ثم السنة الأولى من الهجرة فتصير 10، ثم نزيد السنة الثانية من الهجرة لأن الزواج في شوال بلا خلاف، فسيكون الزواج في شوال سنة 2 على 10 سنين، على 10 سنين نعم، يكون في 11 من عمرها رضي الله عنها. قال وعلى القول الثاني فهي حين دخل بها ابنة 10 سنين، يعني على القول أن الدخول بها سنة 2 من الهجرة فهي في سن 10 سنين. ثم يأتي الآن الجواب عن إشكال، فإن قيل فكيف الجمع بين هذا وحديثها في الصحيحين تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين أي في مكة عقدا، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. هذا هو الإشكال الذي قام بين الحدث والحديث. الإشكال الآن بين الحدث أنه السنة الأولى وبين الحديث أنها بنت 9، فكيف سنجمع بين الحدث والحديث؟ فالجواب من أوجه: الأول أنها ولدت في شهر شوال من السنة 5 من البعثة، وتدخل سن 6 في شهر شوال من السنة 10 من البعثة حين عقد عليها صلى الله عليه وسلم، ثم تستوفي 9 سنين في شهر شوال من السنة الأولى من الهجرة حين دخل بها. وبالجدول أن تفعل جدول، كنت أفعل للطلبة بس تحتاج الآن سبورة، وإلا فإذا كتبت هذا شوال في الولادة شوال سنة 6 من البعثة، ثم تنزل حتى تصل إلى شوال سنة 10 سنة أولى من الهجرة، ثم تحسب السنين فتظهر لك هذه. وبهذا التوريخ يزول الإشكال في قولها ودخل بي وأنا بنت 9، ويفسر قولها تزوجني وأنا بنت 6 بأنها أرادت دخولها في السن 6، فيكون قوله وأنا بنت 6 أي دخلت في 6. لكن يغبر عليه رواية مسلم تزوجني وأنا بنت 7، وقد جمع بين الروايتين بأنه كانت لها 6 وكسر، ففي رواية اقتصرت على السنين الكوامل أي حين قالت 6 سنين كاملة، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها أي 7، فحين قالت 6 أي كاملة، وحين قالت وأنا بنت 7 أي دخلت في 7،
وهذا معروف عند العرب أنهم يجبرون الكسر حينا ويضيفون إليه أو يسقطونه حينا آخر، وله نظائر في السيرة. قال بهذا الجمع جماعة من أهل العلم، منهم أبو العباس القرطبي والنووي وابن القيم وابن الملقن وابن حجر رحم الله الجميع. الثاني من أوجه الجواب عن الإشكال بين الحدث والحديث أنها ولدت في شهر شوال من السنة 4 من البعثة، وفي شهر شوال من السنة 10 من البعثة تستوفي 6 سنين حين عقد عليها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في شهر شوال من السنة الأولى من الهجرة تستوفي 10 سنين حين دخل بها. وهذا كما ذكرت لك أنك إذا كتبته في السبورة أو في الدفتر شوال سنة 4 وتمضي إلى شوال سنة 10 حين العقد، فكم سيكون معك سنوات؟ ثم تنطلق في العد إلى شوال السنة الأولى من الهجرة، فتنظر كم معك أعوام. تجعل 3 جداول، جدول للتاريخ للشهر، وجدول للأعوام، وجدول لعدد السنين، فيصير معك شوال سنة 4، شوال سنة 5، شوال سنة 6، شوال سنة 7، إلى شوال سنة 13 قبل الهجرة قاف هاء، ثم شوال بعد الهجرة أو هجرية يعني هاء، ثم تكتب هناك جدول ثالث السنين 1 2 من السطر الثاني من الشوال السنة 4، من الشوال السنة 5، وفي العد الأول من شوال السنة 6 أو 7، وبالجدول يتضح هذا. قال والجمع بين هذا التوريخ والحديث أنها أرادت 9 سنين انقضت. بين هذا التوريخ أنها الآن تجاوزت 9، بل هي الآن في 10 على رواية مسلم، فتكون الآن في السنة الأولى على القول الصحيح المختار لتاريخ الزواج ابنة 10. فكيف الجواب؟ الجواب أنها أرادت 9 سنين انقضت ولم تعد 10 لأنها فيها، وقد جرت عادة العرب حذف الكسر حينا وجبره حينا آخر، ولهما نظائر ليس هذا محل بسطها. بمعنى أنها أرادت حين سئلت وأنا بنت 9 أرادت 9 كاملة ولم تحسب السنة 10 لأنها لا زالت في شهرها 10 وهو شوال، فبقي لهذه السنة 10 شوال لم يكتمل وذي القعدة وذي الحجة، فلم تحسب هذه السنة لأن الكسر فيها ظاهر، بمعنى أن شهورها لم تكتمل. قلت وأما على القول الأول، أي على القول الأول أن دخوله صلى الله عليه وسلم بها كان في شهر شوال من السنة 2 من الهجرة، الذي يفيد أنها حينئذ في 11 من عمرها. هذا على القول القائلين بأن الدخول سنة 2. هل هناك جواب منهم؟ بمعنى أني لم أجد لهم جواب. الذين رجحوا السنة 2 من الهجرة لم يجيبوا كيف الجمع بين الحدث الذي يقتضي أنها في 11 وبين الحديث الذي يقتضي أنها بنت 9 وهو ظاهر. قلت فلم أقف على توجيه له لا سيما ممن رجحه. وهذا من العجيب أن الذين رجحوه على القول الأول على القول الثاني أنه السنة الأولى لم يجيبوا عن وجه الإشكال بين الحدث والحديث، فالحديث يقتضي أنها في 11 والحديث ظاهر أنها بنت 9 سنين، فكيف أسقطت 2؟ قال بل إن تصحيح بعض أهل العلم للقول الثاني يشير إلى تضعيف القول الأول. أما الزرقاني، هذا هو العالم الوحيد الذي رأيته في قراءة القاصرة، وفوق كل ذي علم عليم، ومن أفاد بغير ذلك كنت له من الشاكرين. هذا العالم هو الذي تنبه إلى ما ينبني عليه القول بأن تاريخ دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة سنة 2، وأنه يعارض بجلاء حديثها وأنه دخل بها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين. وهذا كلام الزرقاني في كتابه شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، شرح فيه كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعلامة القسطلاني أو القسطلاني، كلاهما ضبط أو ضبطان واردان عن أهل العلم. وهذا الكتاب شرح المواهب لو قال قائل إنه يغني عن نصف كتب السيرة ما أبعد عن الصواب، ففيه تحقيقات نيرة يعض عليها بالنواجذ. قلت فأما الزرقاني فقد تنبه لمفهوم القول الأول، فتعقب القسطلاني الذي قدمه على القول الثاني،
القسطلاني قدم واختار القول بأن الدخول سنة 2. فقال الزرقاني: وتزوجها بمكة في شوال سنة 10 من النبوة قبل الهجرة ب3 سنين، ولها 6 سنين، لأنها ولدت في الإسلام سنة 4 من النبوة، وأعرس بها بالمدينة في شوال سنة 2 من الهجرة على رأس 18 شهرا، فيما قاله بعضهم وأخره في الإصابة والفتح، أي أخر هذا القول وصدر بأنه بنى في السنة الأولى، يعني أن ابن حجر أخر القول بأن الدخول سنة 2. وهذه طريقة لأهل العلم يعرفون ترجيح العالم بما بدأ به، ما لم يرجح القول الثاني أو الثالث. قال: وصدر بأنه بنى بها في السنة الأولى، وهو الذي يأتي عليه قولها ولها 9 سنين، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عنها. أما على هذا القول الضعيف، أي أن الدخول سنة 2، الذي قدمه المصنف أي القسطلاني في المواهب اللدنية، وما كان ينبغي تقديمه، فيكون لها 10 سنين ونصف سنة، بل أكثر من نصف، لأن إذا ولدت في شوال والدخول في شوال سنة 2 فتكون 10 سنين و10 أشهر، أكثر من نصف سنة. قلت: ويمكن أن يجاب عن القول الثاني بأنها رضي الله عنها أشارت بالسن إلى البلوغ، أي على القول بأنها تزوجها أو دخل بها صلى الله عليه وسلم السنة الأولى من الهجرة، فيمكن أن يجاب بما سبق ويزاد على هذا بأنها أشارت بالسن إلى البلوغ، ولم ترد السن ذوات الشهور والأعوام، بمعنى أنها لم ترد 10 سنين 13 سنة 4، لم ترد الأمر في السن، تريد ماذا ينبني عليه وهو البلوغ، فهي تشير إلى البلوغ بذكر السن والأعوام. قلت: والبلوغ في هذا السن، أي سن 9 وما بعد، أمر معروف في القديم والحديث، ولهذا أخرج الحافظ البيهقي عن الإمام الشافعي قال: رأيت بصنعاء جدة بنت 21 سنة حاضت ابنة 9، أي بلغت، وما قصد حاضت، هذا شيء خاص بالنساء، لكن أراد ماذا ينبني عليه أنها بلغت ل9. قال: وولدت ابنة 10، وحاضت البنت ابنة 9 وولدت ابنة 10، فكانت الأولى جدة على رأس 21 سنة من عمرها. قال البيهقي: ويذكر عن الحسن بن صالح أنه قال: أدركت جارة لنا صارت جدة بنت 21 سنة. وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. إذن رأيت الآن أن عائشة لا تريد بالتسع ذات السنين، ذات الشهور، ذات الأعوام، أرادت ما ينبني عليه من الحكم ببلوغ المرأة. قال: فهي امرأة، تعني والله أعلم فحاضت فهي امرأة. وقال الشافعي: رأيت باليمن، أي رؤية قلبية، رؤية علم وليست رؤية بصرية، لأن الشافعي تولى القضاء في اليمن نيابة عن عمه قدر 2 شهر، والقاضي تأتي إليه قضايا في الزواج، في النكاح، في الطلاق، في الإرث، وفيها نساء أو في أطرافها نساء، فيقضي بعد أن يعلم بلوغ هذه المرأة، فيصح العقد ويصح التنازل ويصح الإسقاط وغير ذلك من الأحكام المنوطة بالبلوغ، فهي رؤية علم ومعرفة. رأيت باليمن بنات 9 يحضن كثيرا، أي يبلغن كثيرا من البنات في 9 وما بعدها. وأخرج الدارقطني عن عباد بن عباد المهلبي قال: أدركت فينا، يعني المهالبة، امرأة صارت جدة وهي بنت 18 سنة، ولدت ل9 سنين ابنة، فولدت ابنتها ل9 سنين فصارت جدة وهي ابنة 18 سنة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا الباب فيه 5 مؤلفات جمعت أمر التشكيك في سن عائشة رضي الله عنها حين الزواج، 5 مؤلفات لمعاصرين أثابهم الله، وأوسعها كتاب السنة الوهاج في سن أم المؤمنين عائشة حين الزواج، وقد قرأت أكثرها ولم يتعرضوا لهذا الإشكال. هم في منازلة مع القائلين بأن 9 سنين كذب وإفك وافتراء وغير ذلك من الأباطيل التي ساقها أولئك المتعصبون على صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
وذهبوا بعد ذلك إلى حسابات وأنها بنت 18 سنة وقيل أكثر. فكان خوضهم وردود هؤلاء الفضلاء على أولئك، ولكن هذا الإشكال هو داخل دائرة أهل العلم المسلمين بالحديث الصحيح ليجمعوا بين الحدث والحديث. الحديث صريح في أنها بنت 9، والحدث في السنة الأولى يقتضي أنها في 10، أو إن أخرناه الدخول إلى السنة الثانية من الهجرة فهي ابنة 11 سنة رضي الله عنها. فهذا هو وجه الجمع بين القولين، بما لم أجده مبسوطا في كتاب من هذه الكتب الخاصة فضلا عن غيرها. وقد ذكرت هنا في الحاشية أكثر من 30 مرجعا لمن أحب الوقوف على هذا الباب والجواب عن الإشكالات المتعلقة بالمشككين والطاعنين في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أسأل الله تعالى وهو الكريم الوهاب أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على خدمة السيرة النبوية على الوجه الذي يرضيه ويقربنا إليه، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.